السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا طلاب ثالثة ثانوي. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مس مريم خالد مدرسة التاريخ. النهاردة بإذن الله هنبدأ أولى محاضرات الفصل الثالث. طبعا خلاص خلصنا قصة محمد علي وهنشوف الفصل الثالث لما مصر تقع تحت الاحتلال البريطاني. كوباية القهوة بتاعتك ويلا علشان نبدأ الفصل الثالث. عندي الدرس الأول منه بيتكلم على الأوضاع المالية والسياسية والتدخل الأجنبي في شؤون مصر. احنا اخر حاجه كنا واخدينها سقوط نظام الاحتكار وخلفاء محمد علي وسقوط الاحتكار في ظل خلفاء محمد علي. هنا هيبدا يكلمني على الازمه الماليه والديون اللي اقترضها سعيد واسماعيل وحصل ايه بالظبط لغايه ما ادى ذلك للتدخل الاجنبي في مصر. عندي الازمه الماليه ديت ان خلاص انا عندي سياسه الباب المفتوح، دلوقتي عندي استثمارات اجنبيه في البلد، عندي بنوك. فسعيد واسماعيل كانوا بيقترضوا من البنوك ديت. هنشوف ليه كانوا بيقترضوا وعملوا بيها ايه. بيقول لك ان مصر دخلت في سلسله من الازمات السياسيه والماليه بسبب سياسه الاقتراض. حصلت ازمه ماليه يعني ديون، بعد كده ادت لازمه سياسيه يعني تدخل اجنبي. ليه؟ لان انا عندي اسماعيل دلوقتي قاعد يقترض يقترض يقترض. طيب تيجي الدول الاوروبيه تطالبه بالسداد، يقول لها ما فيش، الخزنه ما فيهاش. قالت له لا، انا بنفسي اجي واتدخل واعرف ليه الخزنه ما بتكفيش واشوف اللي طالع واللي خارج، وده من هنا جه التدخل الاجنبي. طيب مين عندي من خلفاء محمد علي كان بيتبع سياسه الاقتراض؟ عندي سعيد واسماعيل، وبعد كده ده هيساهم في تدخل الدول الأوروبية في شؤون مصر عشان انتوا مش بتسدوا الديون اللي عليكم، فاحنا نيجي نشوف الأزمة المالية دي ونحلها. طيب عندي في أواخر عهد سعيد دي كانت بداية الاستدانة، بداية الاقتراض، بداية الديون، إن هو يقترض من البنوك الأجنبية أو الأفراد المرابين، سواء كان الاقتراض من بنك أو أفراد. طيب أول قرض خده من إنجلترا، عشان كده إنجلترا هتبقى من الدول الرئيسية قوي في مشكلة الديون، لأن هي أول دولة خد منها سعيد. خد منها قرض 1862 بفايدة 7%. يعني إيه فايدة 7%؟ يعني مثلا هو اقترض من إنجلترا 100 جنيه. طيب هيجي بقى في ميعاد السداد بتاعه وليكون بعد سنة هيسددها 107. طيب هنا ما سددش الدين بتاعه، هيتراكم عليه فايدة مركبة. يعني ايه فايدة مركبة؟ يعني 107 هيبقوا 114، بتزود 7 عشان هي 7%. طيب ما دفعش هتبقى 121 وهكذا. كل ما يقع منه قسط ما بيدفعهوش بيتراكم عليه وبيزيد 7%. طيب دلوقتي عندي سعيد كان بيقترض على أساس إيه؟ يعني إحنا دلوقتي عندنا اللي بيروح يقترض بيبقى عنده وظيفة حكومية، مرتب ثابت، أو عنده أملاك أو حاجة زي دي. طب سعيد كان بيستدين على إيه؟ على سندات يحررها على الخزينة المصرية. يعني إيه؟ يعني سعيد ما راحش دفع الدين اللي عليه، الدول الأجنبية تروح للخزينة المصرية وتتصرف وتاخد الفلوس بتاعتها. ده كده عندي بالنسبة لسعيد. طيب نشوف إسماعيل واصل سياسة الاقتراض بتوسع كبير قوي، بس عشان هو كان بيعمل حاجات أو كان ليه أهداف. إيه هي الأهداف دي؟ كان بيصرف على إيه الديون اللي هو كان بياخدها؟ قال لك أول حاجة زي ما شفناها في الدرس الأخير من الفصل الثاني، استصدار الفرمانات السلطانية. عايز السلطان العثماني يطلع له فرمانات على مزاجه بتحقق له قدر من الاستقلال الذاتي عن الدولة العثمانية، زي ما شفنا ال4 فرمانات.
طيب كان بيقترض ليه تاني؟ علشان مشروع قناة السويس وحفل افتتاحها. الحفل ده هتحضره الدول الأجنبية، يبقى الحفل ده لازم يكون على أعلى مستوى. وكمان إن هي قناة السويس محطة أطماع الدول الأوروبية. ليه؟ لأهميتها الاستراتيجية، عشان هي طبعا هتبقى ممر كويس قوي لطريق التجارة للدول الأوروبية. ثالث حاجة كان إسماعيل بيقترض عشانها إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية لمصر. ليه؟ لأن أساساً إسماعيل كان عايش بره مصر، عايش في أوروبا. يعني إسماعيل متطبع ومتشبع بالثقافة الأوروبية، فهو عايز يخلي مصر برضو على النسق الأوروبي أو الحضارة الأوروبية. آخر حاجة كان بيقترض فيها التوسع جهة الجنوب، الحملة اللي كان عملها على الحبشة عام 1875 اللي قلنا إن هو خسر فيها 3 مليون جنيه. كل ده بيضاف للديون وعلى عاتق الخزنة المصرية. طيب احنا قلنا لما وصل للحبشة الموضوع ده هدد النفوذ الأوروبي في شرق أفريقيا، لأن هي كانت بتتوسع في نفس المكان وحست إن في خطر محمد علي تاني قدامها. طيب دلوقتي إسماعيل ما كانش بيسدد الديون دي ما كانش بيدفعها. يروح أصحاب الديون اللي هم البنوك الأوروبية أو الأفراد المرابين، سواء كان بيستلف من أفراد أو بيستلف من بنوك، يروحوا للحكومات بتاعتهم يشتكوا لهم، يقول لهم إسماعيل ما بيسددش الضرايب أو الديون اللي عليه. طيب فقالوا للحكومات بتاعتهم لا، انتوا لازم تتدخلوا بإجراءات تجاه الحكومة المصرية عشان نسترد الديون، كده مش نافع. طيب على مقدمتهم وعلى رأسهم إنجلترا، لأن دي أول واحدة اقترضنا منها، ده كان أول اقتراض من إنجلترا على أيام سعيد. طبعا أول دولة استجابت لضغط الدائنين وللشكاوى بتاعتهم كانت إنجلترا. شافت في ده فرصة إنها تحقق مطامعها السياسية عشان تحتل مصر، زي ما هنشوف في الفصل ده. قالت لك دي حجة كويسة جدا إن أنا أحتل مصر، بحجة إيه؟ كيفية تسديد الديون. مش انتوا مش عارفين تسددوا الديون، احنا هنيجي نحل لكم الأزمة المالية ديت عشان نسد الديون. هل هي فعلا هتسد الديون؟ لا طبعا مش هتسد الديون، هي حجة عشان تتدخل في شؤون مصر وبعد كده هو تحتلها. طيب كل الكلام اللي أنا قلته دوت وفي أواخر الفصل الثاني يبين لي إيه؟ يبين لي إن الديون ما كانتش السبب الحقيقي لتدخل إنجلترا والدول الأوروبية في شؤون مصر. يقول لي دلل على صحة العبارة أو أيد صحة العبارة. هقول له لأن الديون بدأت في أواخر عهد سعيد 1862. طيب الدول الأوروبية جت إمتى تطالبني بالديون؟ 1875 اللي هو نفس العام اللي توسع فيه إسماعيل في الحبشة أو في الجنوب. طيب لو انتوا حجتكوا الديون يبقى كنتوا اتكلمتوا أيام سعيد، لكن ليه هتستنوا 12 سنة وبعد كده تطالبوني بالديون؟ إلا إذا كان السبب الحقيقي مش الديون، السبب الحقيقي إن إسماعيل نزل توسع تحت في الحبشة. طيب يجي لي هنا سؤال يقول لي يعد العامل المشترك بين الأزمة المالية والتدخل الأوروبي في عهد الخديوي إسماعيل هو إيه؟ إيه المشترك بين الأزمة المالية اللي هي الديون والتدخل الأوروبي؟ طيب توسع نفوذ مصر الدولة المصرية، استصدار الفرمانات السلطانية، دخول الاستثمارات الأوروبية، ولا إدخال مظاهر الحضارة الأوروبية؟ عندي هنا كام إجابة تنفع صح، بس أنا عندي إجابة واحدة هي السبب الرئيسي اللي هي ألف، توسع نفوذ الدولة المصرية لما إسماعيل نزل تحت في
الجنوب. أنا عندي كده لأن في عام 1875 بدأ التدخل الأوروبي في شؤون مصر بحجة إن هم بيساعدونا عشان نسدد الديون، لكن هو كان نفس العام اللي إسماعيل عمل حملته على الحبشة. طيب أنا عندي دلوقتي هيبدأ مسلسل الأزمة المالية والسياسية يتصاعد لغاية ما أوصل لمظاهر التدخل الأجنبي في شؤون مصر في عهد إسماعيل، وهنبدأ نشوف مظهر من مظاهر التدخل. طيب أول مظهر من مظاهر التدخل هو بعثة كييف 1875، برضو نفس السنة اللي توسع فيها إسماعيل. ده أول مظهر معايا من مظاهر التدخل الأجنبي. طبعا إسماعيل اضطر من كتر الضغط بتاع الدائنين إن هو يستقدم البعثة دي من إنجلترا. ليه؟ عشان تساعده في حل الأزمة المالية. هو مش عارف يحل الأزمة المالية والخزينة المصرية مش مقضية، وفي الآخر ما بقاش فيه أي فلوس للديون، يعني اللي بيخش الخزنة بيتصرف بقى في حاجات عايزة تتجدد في البلد، في رواتب للناس، وبعد كده ما يبقاش فيه حاجة للديون. فهم ضغطوا عليه إن هم اللي يجوا يشوفوا الخزنة داخل فيها إيه وخارج منها إيه. طيب هنا إنجلترا أما بعتت بعثة الميسيو، بعثة كييف، فرنسا وراها على طول هتروح بعتة خبيرها الميسيو فيه للمعاونة برضو. ليه؟ عشان هي خايفة من انفراد إنجلترا بالأمر في مصر اللي هو هيحصل بعد كده وهتحتل مصر. طيب عندي تاني حاجة من مظاهر التدخل صندوق الدين. صندوق الدين ده كان 1876. طيب إيه سبب إنشاؤه أو بما تفسر إنشاء صندوق الدين؟ ده كان استرضاء للدائنين. إسماعيل كان عايز يرضيهم، فطلب منهم إن هم يحطوا النظام اللي يريحهم وهو هينفذه. ساعتها الجانب الفرنسي قدم فكرة مشروع صندوق الدين، وقالوا إن هم هيوحدوا الديون كلها. ديون إيه؟ هي مش بس إنجلترا، لأ، ده كان فيه 5 دول مستلف منهم إسماعيل. عندي إنجلترا والنمسا وفرنسا، عندي إنجلترا والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، كل دول مستلف منهم إسماعيل، على رأسهم طبعا إنجلترا. طيب ساعات بيجيلي في الأسئلة يقول لي أول هيئة رسمية للتدخل الأجنبي، فأنتوا تروحوا جاريين حاطين إيه؟ بعثة كييف. بعثة كييف مش أول هيئة رسمية، بعثة كييف أول مظهر. لكن لما يقول لي أول هيئة رسمية يبقى صندوق الدين. في فرق بين أول مظهر وأول هيئة. طيب صندوق الدين ده إحنا هنعمله ليه؟ قال لك ده هيكون خزنة فرعية جنب الخزنة العامة المصرية، مهمتها بس إن هي بتاخد المبالغ المخصصة للديون، من المصالح الحكومية مباشرة وتوزيعها على الدائنين. مش هيستنوا أما الإيرادات تخش الخزنة المصرية وتتصرف بقى رواتب جند وتتصرف حاجات على البلد وتبقى الخزنة فاضية. قال لك لا، احنا هناخد مبالغ مخصصة مباشرة من المصالح الحكومية، زي مثلا الحاجات بقى بتاعة الضرائب، السكة، الحديد، الكلام ده، علشان نوزعها على الدائنين ونحل الأزمة دي. طيب هتتولى إدارة صندوق الدين ده مندوبين أجانب من الدول الدائنة اللي هم ال5 دول. طيب وقلنا إن هم هيوحدوا الديون كلها، ديون ال5 دول في دين واحد، تمام؟ طيب المندوبين دول هو اللي بيعينهم الخديوي، وقلنا إن صندوق الدين هو أول هيئة رسمية أوروبية أنشئت لفرض التدخل الأجنبي في شؤون مصر، تمام؟ يجي عندي بعد كده المجلس الأعلى للمالية مايو 1876. ده كان بيتكون من 10 أعضاء، نصهم من الأجانب. طبيعي هيبقى فيهم أجانب لأن طبعا المشكلة مع الدول الأجنبية، برضو بمرسوم من الخديوي إسماعيل هو اللي يوافق على تعيينهم. يجي عندي بعد كده
المراقبة الثنائية نوفمبر 1876. طيب المراقبة دي كان مهمتها إيه؟ المراقبة ديت كانوا مراقبين، مراقب إنجليزي للإيرادات اللي هو اللي داخل الخزنة، وواحد تاني فرنسي للي خارج من الخزنة. عندنا واحد بيشوف إيه اللي داخل الخزنة، واحد تاني بيشوف إيه اللي خارج من الخزنة وبيتابع. برضو مرسوم من الخديوي إسماعيل هو اللي يوافق على تعيينه. يجي لي هنا أكتر مظهر تدخل فيه شؤون مصر، أكتر واحد ليه اختصاصات في التدخل في شؤون مصر، اللي هي لجنة التحقيق العليا الأوروبية يناير 1878. طب إيه سبب إنشائها، أو بما تفسر إنشاء لجنة التحقيق العليا الأوروبية؟ ليه؟ قال لك أول حاجة سوء الأحوال المالية للحكومة المصرية، برضو الأوضاع زي ما هي ومفيش ديون بتتسدد ولا أي حاجة، بالرغم إن في مراقبة ثنائية بتراقب لي اللي داخل واللي خارج، بس برضو الأحوال في النازل. لما هم شافوا الأحوال في النازل كده اتهموا الإدارة بتاعت المراقبة الثنائية، اتهمت الخديوي إسماعيل إن هو اللي بيعطل انتظام الشؤون المالية. الله أعلم بقى، أنت بتسرق، بتاخد، بتختلس، هي وجهت له الاتهام ده. فعشان الاتهام ده اقترح الرقيبين اللي هم الإنجليزي والفرنساوي اللي في المراقبة الثنائية، اقترحوا هم وأعضاء صندوق الدين هيشكلوا لجنة تحقيق أوروبية ندور العيب جاي منين، ندور المشكلة بالظبط جاية منين ونحقق في الموضوع ده. الخديوي ما كانش قدامه غير إنه هو يصدر مرسوم في يناير 1878 بإنشاء لجنة التحقيق، لأنه هو لو قال لأ يبقى هو فعلا بيختلس وهو اللي بيعطل انتظام الشؤون المالية. طيب احنا هنعمل اللجنة دي ليه المرة دي؟ قلنا علشان هنفحص شؤون الحكومة المالية، هنحقق في أسباب العجز في أبواب الإيرادات. ليه اللي داخل الخزنة مش مكفي؟ نشوف إيه اللي داخل وليه مش بيكفي. عندي في مارس 1878 أصدر الخديوي إسماعيل مرسوم تاني بيقضي بتعميم اختصاصات اللجنة. يعني إيه؟ يعني هتشمل جميع الإيرادات. هي كان في حاجات لغاية المرسوم دوت هي مش بتطلع عليها، مش مطلع على كل حاجة. راح ساعتها الخديوي عمل مرسوم قالك يطلعوا على جميع الإيرادات وعلى جميع المصروفات الحكومية. مش بس كده، وألزم الوزراء والموظفين إن هم يدوا اللجنة كل البيانات اللي بتطلبها، يعني كده كل حاجة مفتوحة قدامهم على البحر. طيب يجي لي هنا سؤال يقول لي يعد أكثر مظاهر التدخل الأجنبي سيطرة على شؤون مصر المالية في عهد إسماعيل. ناخد بالنا وما نتلخبطش، هو بيقول لي أكثر ومظهر. طيب صندوق الدين، المجلس الأعلى للمالية، المراقبة الثنائية، ولا لجنة التحقيق الأوروبية؟ طبعا احنا لسه قايلين فوق لجنة التحقيق الأوروبية. ليه؟ لأنه هو أصدر مرسوم بعد كده في مارس 1878 بأن اختصاصات اللجنة دي هتتعمم تشمل كل الإيرادات وكل المصروفات، والمفروض الوزراء والموظفين يدوا اللجنة كل حاجة هي عايزاها. ده هيؤدي لي في الآخر لإيه؟ لزيادة سيطرة الأجانب على شؤون مصر المالية. هي كل حاجة كده مفتوحة قدامهم. طيب يجي لي بعد كده هيتشال إسماعيل وهيتحط توفيق، وكمان مع تولية توفيق هتزداد حدة الأزمة المالية لأن توفيق منحاز دايما للنفوذ الأجنبي. طيب ليه اتعزل والد توفيق اللي هو إسماعيل واتحط توفيق في الحكم؟ ليه؟ بما تفسر. عشان الخديوي إسماعيل عمل حركة كده ما عجبتش الدول الأجنبية. تحت ضغط الحركة الوطنية راح مشكل وزارة وطنية برئاسة شريف باشا.
شريف باشا ده بيحب الحياة النيابية، بيحب الحكم الدستوري، بيحب يمشي بالدستور ومجلس النواب وسلطة تشريعية والدنيا إيه آخر ديمقراطية. فإسماعيل من كتر الزن بتاع الحركة الوطنية، طبعا مش عاجبها التدخل الأجنبي، قالوا له إحنا هنعمل وزارة وطنية برئاسة شريف باشا بتخلو ما فيهاش عنصر أوروبي. طب ما كده الدول الأجنبية هتزعل إن هي مش بتتدخل، إحنا كل المظاهر اللي إحنا شفناها كلها أجانب، إزاي أنتوا تعملوا وزارة ما فيهاش أجانب؟ وأصدر مرسوم ساعتها بتسوية الديون طبقا لما قررته اللائحة الوطنية. يعني كل المظاهر والكلام اللي قالته الدول الأوروبية ده راحوا عاملين عليه إكس، وهيسووا الديون بطريقتهم وبالطريقة اللي اللائحة بتاعتهم قررتها. هنا ضغطت إنجلترا وفرنسا على السلطان العثماني، وإحنا عارفين السلطان العثماني هو أصلاً في حالة من الضعف دلوقتي، وكل مدى بيزداد الضعف بتاعه. راح السلطان العثماني عشان يرضيهم يعمل إيه؟ راح أصدر فرمان عزل إسماعيل، وراح ولا مين؟ توفيق ابنه في 1879. ومش بس كده، هو انتهز إن اتغير الخديوي وقال لك أنا هقلل السلطات والمزايا الخديوية اللي أنا كنت اديتها لإسماعيل بمقتضى الفرمان الشامل. احنا قلنا الفرمان الشامل اللي كان 1873 آخر فرمان في الأربع فرمانات، اللي هو كان مدي لمصر الاستقلال الكامل ما عدا حاجات بسيطة مع دفع الجزية السنوية. تمام؟ قال لك دي فرصة إن أنا بقى أقلل مزايا الخديوية اللي أنا كنت مديها لإسماعيل، بما إن كده كده هغير الخديوي. راح عامل لنا فرمان أغسطس 1879. بيقول إيه فرمان أغسطس دوت؟ بيقول لك إن لازم تبلغ الباب العالي اللي هو السلطان العثماني بنصوص المعاهدات اللي بتنوي مصر توقيعها. يعني مصر ما توقعش أي معاهدة من نفسها، ترجع الأول للسلطان العثماني وتبلغه. تاني حاجة، رجعنا تاني لتحديد عدد الجيش مرة تانية، وقت السلم يعني ما يزيدش عن 18,000. كل دي كلها قيود بتقيد الخديوي. قال لك حظر عقد قروض جديدة إلا بهدف تسوية الديون القائمة، ويكون بموافقة الدائنين، الناس اللي احنا والبنوك اللي احنا اقترضنا منهم. تمام كده؟ تمام. طيب يجي لي هنا ازدياد النفوذ الأجنبي. هل إنجلترا وفرنسا مع فرمان أغسطس بتاع السلطان العثماني ولا مش مع فرمان أغسطس؟ هقول لك لا، هم مش مع فرمان أغسطس. ليه؟ عشان إنجلترا وفرنسا ما رحبوش بالفرمان دوت، وطلبوا من السلطان إن هو ما يسحبش الامتيازات الخديوية السابقة. طيب هل ده عطفاً على الخديوي أو حباً فيه؟ أبداً، ده منعاً لطغيان نفوذ السلطان على الخديوي، فتتعطل مشروعاتهم هما الاتنين في مصر، لأن توفيق خاضع للنفوذ الأجنبي أكتر من إسماعيل كمان. إسماعيل لو كان بيسمع كلامهم في حاجات، فهنا توفيق واقف معاهم في كل حاجة قلبا وقالبا. طيب يبقى هم دلوقتي مش مرحبين بالفرمان بتاع السلطان العثماني عشان مش عايزين مزايا الخديوية تتأثر والسلطان يشوف نفسه ويرجع تاني يبقى ليه سلطات وحاجات يقيد بيها الخديوي توفيق. طيب وزارة شريف باشا اللي احنا قلنا ان هي كان إسماعيل حطها، القنصلين الإنجليزي والفرنسي أبدوا إن هم مش مطمنين للوزارة بتاعة شريف بما تفسر. ليه؟ لأن هم شافوا تمسك شريف بالدستور وتشكيل مجلس النواب اللي هي الحياة النيابية من شأنه إن هو يعطل المصالح بتاعة الدائنين. ليه؟ لما هنناقش الأمور المالية بمعرفة السلطة التشريعية. ليه؟ لأن لو الدستور لأن لو السلطة التشريعية مسكت الأزمة المالية وقعدت تتباحث فيها هتحلها. طب هل الدول الأجنبية قصدها أصلاً إن هي تحل الأزمة المالية؟ لا، هي عايزة الأزمة المالية تفضل قائمة عشان دي الحجة اللي هم
قاعدين بيها في مصر. فلو خلاص الازمه الماليه خلصت وسددنا الديون هنقول لهم مع السلامه، انتم مالكوش حاجه عندنا. فهم من مصلحتهم ان الازمه تفضل قائمه. يجي هنا الاتنين توفيق والدول الاجنبيه المصالح بتاعتهم تلتقي، لان هما الاتنين شبه بعض. فالتقت تحفظات القنصلين على وزاره شريف ان هي مش عاجباها، التقت بميول توفيق الاستبداديه والمعاديه للدستور، هو كمان مش قابل شريف باشا ولا طيب. ده هيؤدي لقيام توفيق لإيه؟ أول حاجة تخلص من وزارة شريف، قال لك وزارة شريف مع السلامة، وألف وزارة برئاسته هو 1879. وده طبعا مخالف للدستور، بس هو قال لك أنا عامل كده بصفة مؤقتة، همسك الوزارة بصفة مؤقتة لغاية ما يجي رياض باشا من أوروبا ويمسك لي الوزارة. وهيقول لك إن الكلام ده بيتناقض مع نظام تشكيل مجلس الوزراء اللي بيقول إن أحد الوزراء هو اللي يتولى رئاسة المجلس مش الخديوي. يعني مرسوم 1878 بيقول لي إن مجلس الوزراء اللي يمسكه يكون واحد من الوزراء مش الخديوي. هو قال لي بصفة مؤقتة لغاية ما يرجع رياض باشا من أوروبا. عمل إيه تاني؟ رجع لنا المراقبة الثنائية، لأن هي كان جالها وقت وتوقفت. رجعها لنا تاني أثناء توليته الوزارة، وهي كانت توقفت بعد إدخال وزيرين إنجليزي وفرنسي لعضوية الوزارة المختلطة. طيب عندنا هنا وصل رياض باشا بالسلامة لمصر، وتولى رياض باشا الوزارة بعد ما رجع من أوروبا. وده كان أحسن أداة للدول الدائنة، أداة طيعة، أداة سهلة إن هم يحركوها يمين وشمال حسب أهوائهم. ليه؟ لأنه من أنصار النظام المطلق اللي هو المستبد، اللي هو الكلمة للسلطة فقط، بيخضع للنفوذ الأوروبي، معادي للنظام الدستوري وبيعارض إقامة حياة نيابية. فده هيبقى كويس جدا مع الدول الأجنبية. إيه تاني كمان؟ قام باعتماد إجراء إعادة نظام المراقبة الثنائية. يعني توفيق رجعها وده اعتمد، يعني أكد على إجراء إعادة المراقبة الثنائية. بعد ما رجعت المراقبة الثنائية هيكلمني على ازدياد سلطة المراقبة الثنائية، لأن القنصلين الإنجليزي والفرنسي حطوا مشروع لائحة لتنظيم المراقبة الثنائية، بس المرة دي النفوذ بتاع المراقبين كان أعلى من نفوذ وزراء الدولة نفسهم. ليه؟ لأن لما رجعت المرة دي بقى ليهم الحق في حضور جلسات مجلس الوزراء. المفروض دي حاجة خاصة بمصر ووزرائها، هم مالهمش دعوة، بس المرة دي بقى ليهم الحق إن هم يحضروا الجلسات. مش بس كده، ليهم الحق برضو في الاطلاع على بيانات الإيرادات، يعني اللي داخل الخزنة والمصروفات اللي بيتصرف من الخزنة. وكمان رأي الاتنين نافذ المفعول، يعني يتنفذ، مع إن رأيهم المفروض استشاري بس. يعني المفروض هم جوه المجلس بنستشيرهم فقط، لكن عشان هم نفوذهم بقى أعلى الكلمة اللي بقت تتقال بتتنفذ على طول. طيب هم عملوا إيه بقى من ناحية الحالة المادية؟ مش انتوا جايين إن انتوا تحلوا أزمة مالية؟ فهيقول لي سياسات المراقبة الثنائية من الناحية المادية كانت على النحو التالي، وده هيبدأ يبقى بداية تبرم وسخط من وزارة رياض باشا، لأن كل اللي جاي دوت مش هيعجب أي حد مصري حر وعايز النظام الديمقراطي يمشي كويس. ليه بقى؟ لأن السياسات بتاعة المراقبة الثنائية أدت لأول حاجة بيع حصة مصر في أرباح قناة السويس، وده كان في يناير 1880. طبعا ده كان إيه؟ وفاء للديون، كانت اللي هي 15% اتباعت لاتحاد الماليين بباريس عشان نوفي الديون اللي علينا. بكده ما بقاش لمصر أي حاجة
في قناة السويس. احنا كان عندنا ال 44% الأسهم وال 15% الأرباح. طيب ال 15% خلاص كده. طيب عندي ال 44 راحوا فين؟ عندي إسماعيل كان اضطر إن هو يبيع الأسهم بتاعة مصر في قناة السويس برضو عشان الديون. يعني هو استلف وهنفضل ندفع الثمن فترة محترمة. تاني حاجة عملتها المراقبة الثنائية، ودي اللي كانت مزعلة قوي الفلاحين وبتوع ملاك الأراضي الأعيان، إلغاء قانون المقابلة. قانون المقابلة اللي هو تدفع 6 أمثال الضريبة مرة واحدة، وبعد كده هتاخد ملكية الأرض، وبعد ال6 سنين هتعفى من نصف الضريبة. راحوا لاغيين القانون دوت. ده أدى لتذمر ملاك الأراضي. ليه؟ لأن الفلاح هيرجع تاني يدفع الضريبة كاملة. احنا قلنا لو هو كان بيدفع الضريبة 100 جنيه، بعد ال6 سنين ما يعدوا هيدفع نص الضريبة يعني 50 جنيه. طيب اتلغى قانون المقابلة، هيرجع تاني يدفع ال100 جنيه كاملة. طيب ليه هم أصلا لغوا قانون المقابلة؟ عشان الحكومة محتاجة تجمع أكبر قدر من أموال الضرائب عشان برضو تسدد الديون. احنا عمالين بندفع أخطاء إسماعيل. طيب يعني أنا عندي هنا في حاجة، قانون المقابلة اتعمل علشان احنا محتاجين فلوس عشان نسد الديون اللي هي الحكومة المصرية، وفي نفس الوقت اتلغى عشان احنا محتاجين برضو فلوس ونرجع الفلاح يدفع الضريبة كاملة. يبقى قانون المقابلة عملناه ولغيناه الاتنين بسبب الديون. مش بس كده، ده ألفوا لجنة دولية اسمها لجنة التصفية. دي كانت في مارس 1880، ودي أصدرت لي حاجة اسمها قانون التصفية. طيب نشوف ايه هي لجنة التصفية وقانون التصفية. عندي هنا معلومة إسرائيلية بقراها برضو لعل وعسى لو جالي منها في الامتحان. هي بتبقى قراءة لكن برضو مفيش حاجة مضمونة. هيقول لي إن تعاظم نفوذ الأعيان أواخر عهد الخديوي إسماعيل. ده ليه؟ ساعة ما دخلوا في عضوية مجلس شورى النواب اللي كان بيتكون من الأعيان، اللي هو كان 1866، ورحب إسماعيل بالكلام ده عشان يستعين بيهم في مواجهة الضغط السياسي الأنجلو فرنسي، إنجلترا وفرنسا، وموازنة نفوذ العنصر التركي الشركسي اللي كان موجود. ومن ناحية تانية ما بقاش طبقة الأعيان دي مجرد طبقة ريفية، ما بقوش مجرد فلاحين ملاك أراضي زراعية، لا ده في عدد كبير منهم اتنقل للمدينة عشان يعيش الحياة المدنية، وشاركوا في الحياة العامة، وبدأوا إن هم يخشوا تدريجياً في دائرة العمل السياسي المباشر زي ما شفنا. طيب نشوف لجنة التصفية دي تشكيلها كان من الدول اللي ليها معظم الديون، ال5 دول. عندي فرنسا، إنجلترا، ألمانيا، النمسا، وإيطاليا. طيب وظيفتها برضو زي اللي قبلها، لسه احنا واقعين في الأزمة المالية، يبقى هتبحث الحالة المالية في مصر. ايه تاني؟ هتحدد علاقات كل من ايه؟ الحكومة ودائرة الثانية اللي هي الأملاك بتاعة إسماعيل الشخصية، الأملاك بتاعة إسماعيل الشخصية، وأملاك الدومين اللي هي أملاك الأسرة العلوية، أملاك أسرة محمد علي بالدائنين. يعني كده لو ما تسددتش الديون ممكن يبدأوا يتصرفوا في الأملاك دي. طيب إيه هي أصلاً الديون السائرة؟ دي اللي كان سعيد عملها وكنا شرحناها في أول الدرس. دي الديون اللي اقترضها سعيد من المرابين، سواء بنوك أو أفراد، بسندات يحررها على الخزنة العامة ولم تكن تسدد بل تظل قائمة بفوائدها المركبة اللي هي 7%. هي دي عندي الديون السائرة. طيب إيه النتائج المترتبة على لجنة التصفية وإصدار قانون التصفية؟ قانون التصفية اللي في يوليو 1880 نصت أحكامه على أول حاجة
هنحدد نفقة الحكومة سنويا بأقل من نصف الإيرادات، والباقي هيروح للدين العام. احنا قلنا إيرادات يعني إيه؟ إيرادات يعني اللي داخل الخزنة. يعني مثلا اللي داخل الخزنة 100%، الحكومة المصرية تاخد منه 45%، ده كده أقل من نص الإيرادات. 45% تصرف بيه أمورها، عايزة تصلح حاجات، عايزة تبني مثلا كباري زي دلوقتي، عايزة تعمل أي حاجة، عايزة تدفع رواتب العمال بتوعها أو الناس عامة، يبقى مش هتاخد أكتر من، المفروض تاخد أقل من نصف الإيرادات. طب ال55 الباقيين هيروحوا لحساب الدين. طيب ده طبعا هيأثر بعد كده على مصر في الخدمات بتاعتها، لأن ال45 مش هيبقوا مكفيينها زي ما هنشوف. قال لك أملاك دائرة الثانية اللي هي أملاك إسماعيل، والدومين اللي هو أملاك الأسرة العلوية محمد علي، هتبقى تحت إدارة دولية، تبقى تحت إدارة دولية من الدول الأجنبية، عشان برضو لو ما سددتوش الديون اللي عليكم. وده طبعا يعتبر نوع من الإهانة شوية لمصر، إن هم واخدين الأملاك بتاعة الأسرة العلوية حاطين إيدهم عليها، زي ما قلنا لضمان تسديد دين الدائرة الثانية اللي سعيد كان مقترض باسمها. طيب قانون التصفية ده كده القانون اللي احنا هنمشي عليه وأساس نظام مصر المالي لغاية 1904. طيب يجي لي هنا سؤال بيقول لي الهيئة المالية الأوروبية التي شاركت في الحياة السياسية المصرية في النصف الثاني من القرن ال19، صندوق الدين، المراقبة الثنائية، لجنة التحقيق الأوروبية، ولا لجنة التصفية؟ عندي هنا الإجابة هتبقى ب، المراقبة الثنائية. ليه؟ لأن القنصلين الإنجليزي والفرنساوي هم اللي وضعوا اللائحة بتاعة تنظيم المراقبة الثنائية، وقلنا إن فيها المراقبين بقى نفوذهم أعلى من نفوذ وزراء الدولة، لأن هم بقى يحضروا المجلس بتاع الوزراء، رأيهم نافذ وبيطلعوا على كل الإيرادات والمصروفات. بعد كده هيكلمني على الثورة العرابية والحركة الوطنية في الدرس الثاني، وهيبدأ الشعب يتضايق من الوضع دوت ويبدأ يتحرك وتظهر عناصر وطنية زي ما هنشوف. عندي الحركة الوطنية اللي حصلت قبيل الثورة العرابية، يعني بوقت بسيط قوي قبل الثورة العرابية. مين عناصرها؟ مين هم الحركة الوطنية اللي ظهرت؟ قال لك حمل لواء المعارضة والاحتجاج صفوة من أعيان مصر، الناس الكبارة من الأعيان، ونلاحظ إن الأعيان بدأوا خلاص يبقوا معايا في كل حاجة، من كبار ملاك الأراضي الزراعية ومن المتعلمين ومن المثقفين، وانضم ليهم كمان العسكريين. أنا عندي هنا فئات كتيرة، عندي أعيان، عندي متعلمين، عندي مثقفين، عندي العسكريين كمان انضموا. طيب إيه هي أسباب ظهورها؟ أو بما تفسر ظهور الحركة الوطنية قبيل الثورة العرابية؟ قال لك الوضع الحالي مش مطمن خالص. أول حاجة سياسة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، احنا الكلام ده مش عاجبنا، احنا نحل مشاكلنا بنفسنا، ما نجيبش حد من بره هو اللي يحل لنا مشاكلنا. تاني حاجة خضوع الخديوي، توفيق للأجانب، ودي لوحدها كارثة، هو مش مع الشعب بتاعه والحركة الوطنية، لا ده مع الأجانب. تالت حاجة قال لك زيادة حدة الأزمة المالية، يبقى انتوا كده ملكوش أي لازمة، انتوا لا جيتوا حليتوا أزمة مالية ولا بمراقبة ثنائية ولا بصندوق دين، انتوا ما عملتوش أي حاجة. رابع حاجة الواقع السياسي وسوء نظام الحكم وتذمر أعيان مصر من سياسة مين؟ رياض باشا رئيس الوزراء حبيب الأجانب. ليه؟ لأنه بيعارض الحياة النيابية، منحاز للنفوذ الأجنبي، لا وكمان بيضطهد الوطنيين وبيقفل الصحف اللي بتنتقد تصرفات الحكومة والخديوي والوزارة. عشان كده أدرك المثقفون إن مفيش أي حاجة هتصلح حال البلد إلا إن إحنا نرجع دستور 1879 اللي كان حطه شريف باشا في أواخر حكم إسماعيل،
ونعمل مجلس نواب يحل لي الأزمة المالية دي ويفور لي كل الديون ونمشي على خطة صح، بدل ما الأجانب ما عملولناش أي حاجة. طيب مظاهر الحركة الوطنية، ظهر عندي كذا جمعية على الساحة، منها جمعية حلوان اللي هي عرفت فيما بعد بالحزب الوطني. نشرت أول بيان سياسي ليها في نوفمبر 1879 لما زاد تغلغل النفوذ الأوروبي في الحكومة. في منتصف 1881 بدأت إن هي تطالب. إيه هي مطالب جمعية حلوان؟ مطالبها إن أول حاجة ترجعوا أملاك الخديوي اللي هي دائرة الثانية، وأملاك أسرته اللي هي الدومين للحكومة المصرية اللي انتوا حاطينها تحت إدارة دولية. إيه تاني؟ إلغاء النص الخاص بتخصيص إيرادات السكك الحديد لحساب الدين. في نص كده كان بيقول إن أي ضرائب جاية من السكة الحديد اللي هي زي المترو كده دلوقتي، السكة الحديد، أي ضرائب أو أي فلوس داخلة منها هتروح كلها لحساب الدين، مش هيخش منها أي حاجة للخزنة المصرية. فهم بيطالبوا إن هو يتلغي القرار ده. ثالث حاجة توحيد جميع الديون بتاع ال5 دول في دين واحد بفايدة قدرها 4% فقط. ديون ال5 دول هتتوحد كلها في دين واحد وتتسد على أساس إن هي دين واحد بس بفايدة 4%. تقول لي 7% ولا تقول لي مش عارفة إيه، هي 4%. وعايزين نكون إدارة مراقبة وطنية، تكون إيه؟ وطنية مؤقتة، هتكون بديلة للمراقبة الثنائية الأجنبية. فيها 3 من الأجانب بتعينهم الدول الأجنبية بشرط موافقة الحكومة المصرية عليهم. ما هي مش سايبة، انتوا هتبعتوا لنا اللي انتوا عايزين تحطوه، بس احنا برضو هنوافق ونقول الأوكي بتاعنا. المطالب بتاعت جمعية حلوان تعتبر كلها اقتصادية أو كلها مالية، عشان بعد كده لما يجيلي في الأسئلة وتبقى فاكر مطالب جمعية حلوان كانت في أنهي اتجاه. طبعا رياض باشا حاول إن هو يتعرف على أفراد جمعية حلوان عشان يروح نفيهم للسودان، بس الحمد لله ما عرفش. عندي جمعية تانية زي جمعية مصر الفتاة، دي كان مقرها في الإسكندرية وعملت جريدة باسمها وطلبت الخديوي بالحريات العامة. الحريات العامة اللي هي زي حرية الرأي، اللي هي اللي أنا أقول رأيي براحتي، مفيش رياض باشا يقفل لي الصحف والكلام ده. حرية الدين، كل واحد يتبع الدين اللي هو عاوزه، وهكذا، اللي هي الحريات العامة، حرية الرأي، حرية الدين، حرية الاعتقاد، كل ده. طيب كل المقدمات اللي أنا بقولها دي خلت إن ينتج عن الحركة الوطنية قيام بقى الثورة العرابية. احنا خلاص جه الوقت إن أنا أقوم بثورة. طيب الثورة العرابية المناخ العام سياسي واقتصادي وعسكري كله بينزل بالثورة، كله على آخره وعلى تكة واحدة إن احنا نقوم بالثورة. أنا عندي المناخ سياسي اقتصادي عسكري كله بينظر بثورة. طيب يجي يقول لي ليه العسكريين كانوا أكتر العناصر تأهلاً للقيام بالثورة دي؟ ليه هم أكتر عنصر ينفع فعلاً إن هو يقود الثورة دي؟ أقول لك ليه. أول حاجة قدرتهم التنظيمية اللي بتميزهم عن المدنيين، هم خاضعين لتدريبات عسكرية وصفا وانتباه وحاجات منظمة غير عشوائية المدنيين. يعني في الميدان أو في الثورة هيكونوا منظمين أكتر عن المدنيين في عشوائيتهم. قال لك كمان بتأهلهم حاجة مهمة، معاناتهم داخل الجيش. المعاناة اللي كانوا شايفينها داخل الجيش مخلياهم أكتر ناس عايزة تقوم بالثورة. ليه؟ علشان تعسف القيادات التركية الشركسية كانت شديدة قوي معاهم، وكانت بتحرمهم إن هم يتولوا أمور القيادة والرتب العليا. احنا شفنا الجملة دي في حتة قبل كده، شفناها ساعة تولي الوظائف، ساعة محمد علم، ما قلنا إن بعد كده هتبقى تمصير الإدارات ما عدا الرتب العليا وقيادات الجيش هيمسكها العنصر التركي الشركسي، هي الحتة دي. طيب إيه تاني؟ تأثرهم بالمناخ العام المنذر بالثورة. طيب هم ليه تأثروا بالمناخ العام؟
أو بما تفسر تأثر العسكريين بالمناخ العام بالمنذر بالثورة. أقول لك عشان طبيعي، عشان العسكريين دول جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري. هم العساكر دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن أخويا وابن خالتي وابن عمتي، يعني ناس معانا في نفس المجتمع، يعني اللي يصيبنا هيصيبهم برضه. طيب ده إدى الثورة طابع مدني وشعبي لما بقى سياسي وعسكري. العسكريين حطوا إيديهم في إيدين المدنيين. يقول لي بقى على عوامل قيام الثورة العرابية. عندي عوامل سياسية، عندي عوامل اقتصادية، عندي عوامل عسكرية. يعني ما شاء الله عندي تنوع في العوامل، وخلاص الطبقات كلها على آخرها من توفيق ومن رياض باشا ومن الوزارة والنظام بتاعهم كله. أول حاجة عوامل سياسية، طبعا عندي زيادة تدخل الأجنبي وخضوع الخديوي للأجانب، دي ما فيهاش كلام. تاني حاجة الحكم المطلق المستبد للخديوي توفيق ورياض باشا رئيس الوزراء، مفيش تفاهم، الكلمة اللي بيقولوها بتتنفذ، مفيش حد يقدر يراجع وراه. طب نيجي للعوامل الاقتصادية اللي هي أصلا بايظة وأزمة مالية. قال لك سوء الأحوال الاقتصادية عامة، وانهارت الخدمات بتاعة البلد اللي قلنا إن هي هتنهار بسبب إيه؟ تخصيص أكتر من نص موارد الميزانية لحساب الدين، اللي هم 55% اللي بيروحوا للدين، ومصر بتاخد 45. ال 45 دول ما كفوش مصر إن هي تدفع رواتب وتعمل خدمات وتشوف هنا عايز يتصلح إيه وهنا عايز يعمل إيه. عشان كده انهارت الخدمات بسبب النص دوت، واتحرم الأهالي من ثمرة جهودهم بقانون التصفية، من قبلها كمان إلغاء قانون المقابلة، تذمر حائزو الأراضي الأعيان. ليه؟ بسبب إلغاء قانون المقابلة، وهم أصلاً استدانوا واقترضوا واستلفوا عشان يقدروا يدفعوا 6 أمثال الضريبة، أملاً في إن هم يحصلوا على ملكية الأرض ويعفوا من نصف الضريبة مستقبلاً بعد ما يعدي ال6 سنوات. كده هم دمروا لهم حتة امتلاك الأرض امتلاك قانوني، وإن هو هيعفى من نصف الضريبة. طيب عوامل عسكرية لسه إحنا ذاكرينها، تذمر ضباط الجيش المصري بسبب إن إحالة كثير من الضباط للتقاعد. يا ترى ليه بقى؟ توفيراً للنفقات، هم مش قادرين يدفعوا الرواتب بتاعتهم. طيب انتوا مشيتوهم من الشغل العسكري بتاعهم، اعملوا لهم بقى أي وظيفة أخرى، دبروا لهم وظيفة أخرى مدنية ياكلوا منها. قال لك لا، دون تدبير وظائف أخرى مدنية. يعني خلاص هم كده قاعدين بدون شغل عشان يوفروا الرواتب اللي بيدفعوها لهم. عشان كده هم انضموا للناقمين من الأهالي. تاني حاجة سوء معاملة رؤسائهم اللي هم الأتراك الشراكسة، خاصة عندي وزير الحربية عثمان رفقي باشا التركي الشركسي. الترقية العسكرية كانت مقتصرة فقط على خريجي المدارس الحربية، وده وفقاً لمرسوم 31 يوليو 1880. يعني إيه؟ يعني عدم وجود فرصة لترقي غالبية العسكريين المصريين، كلهم طبعاً أتراك شراكسة واللي هم خريجين المدارس الحربية، والمصريين ما لهمش أي فرصة خالص إن هم يترقوا في الجيش. آخر سبب أو زي ما بنقول كده التكة الأخيرة أو السبب المباشر للثورة أو شرارة الثورة اللي خلاص جابت آخرهم، إيه هي؟ نقل الأميرالاي عبد العال حلمي، أميرالاي دي الرتبة بتاعته، قائد ألاي ترى اللي هي الكتيبة، لديوان الحربية. خدوه نقلوه لديوان الحربية اللي هي مقر الوزارة، وعينوا أحد الشراكسة الأتراك مكانه، وده بيعد تنزيلاً من مرتبته. فده كان السبب خلاص اللي احتدمت وقامت عليه الثورة. يجي لي هنا سؤال بيكلمني على العوامل الاقتصادية لقيام الثورة العرابية. بيقول لي ارتبطت العوامل الاقتصادية لقيام الثورة العرابية بإيه؟ تقنين الأجانب لنظام مصر المالي، تقنين يعني تقليل أو تحجيم أو تقييد.
بيع حصة مصر في أرباح قناة السويس، سيطرة الأجانب على التجارة الخارجية، ولا وضع أملاك الخديوي وأسرته تحت إدارة دولية؟ طيب دلوقتي أكيد أنت اخترت إجابة صح، اللي هي هتبقى ألف. تقنين اللي هي تقليل يعني أو تحجيم الأجانب لنظام مصر المالي. ليه؟ لأن أنا عندي من عوامل الثورة الاقتصادية سوء الأحوال الاقتصادية عامة وانهيار الخدمات بسبب تخصيص أكتر من نص موارد الميزانية لحساب الدين، والأهالي اتحرموا من ثمرة جهودهم عشان إحنا عملنا قانون التصفية، والملاك بتوع الأراضي الزراعية كمان تذمروا بإلغاء قانون المقابلة. هيبدأ يكلمني بقى على الأحداث بتاعة الثورة العرابية وتطورها وترتيب الأحداث. أول حاجة خالص الاجتماع بتاع الضباط المصريين في يناير 1881 اتجمعوا في بيت أحمد عرابي عشان يناقشوا وضعهم داخل الجيش، يشوفوا هم دلوقتي هيبقوا فين بالظبط وهيعملوا ايه. انتهى الاجتماع ان أحمد عرابي هو اللي هيتزعم الحركة، هيمسك الحركة، وكتبوا مطالب الضباط، كتبوا عريضة بيطالبوا فيها رئيس الوزراء رياض باشا إن هو يعزل الوزير الحربية التركي عثمان رفقي باشا ويعين مصري مكانه. دي كده الطلبات اللي هم بيطلبوها. فتيجي بعد كده حادثة قصر النيل اللي هي مظاهرة عابدين الأولى. خلينا فاكرين إن في مظاهرة عابدين الأولى والتانية. مظاهرة عابدين الأولى اللي هي حادثة القصر اللي هي كانت يناير وفبراير 1881. طيب إيه الأسباب بتاعتها وبما تفسر قيام حادثة قصر النيل أو مظاهرة عابدين الأولى؟ عشان لو جات لك كده أو جات لك كده. قال لك الكلام ده عشان الحكومة رفضت مطالب الضباط في يناير 1881 اللي احنا لسه قايلينها فوق. العريضة اللي كتبوها انهم بيقولوا لرياض باشا شيل عثمان باشا رفقي وحط مكانه واحد مصري. ده اترفضت. مش بس كده، ده أصدروا أوامر إن هم يعتقلوا أحمد عرابي وعلي فهمي وعبد العال حلمي الثلاثة وراحوا مقدمينهم للمحاكمة العسكرية. اتفاجئوا هم في المحكمة بيحاكموا الثلاث ضباط. هجم زملاء الثلاث ضباط على رأس فرقهم العسكرية، جابوا فرق عسكرية ودخلوا على المحكمة وهم بيتحاكموا في مقر المحاكمة في قصر النيل. ده ترتب عليه هروب المجلس العسكري اللي كان بيحاكم الضباط، وخرج الضباط الثلاثة من المحكمة طلعوا على ميدان عابدين عشان يقابلوا مين؟ يقابلوا الخديوي بنفسه، وتجمهر معاهم زملائه عشان يوصلوا له المطالب اللي هم عايزينها. النتائج بتاعة حادثة قصر النيل إن بالفعل اضطر الخديوي توفيق إن هو يستجيب لمطالب الضباط، وراح فعلا عزل لهم عثمان رفقي وجاب مكانه محمود سامي البارودي وزيرا للحربية في فبراير 1881. هنا الضباط حسوا بقوتهم وحسوا إن هم بدأوا يحققوا انتصارات، فقال لك ليه ما نبدأش نقدم المطالب الفئوية بتاعتنا. فئوية يعني تخص الفئة العسكرية، المطالب اللي هم عايزينها. ليه؟ عشان تأمن وضعهم داخل الجيش وتحسن حياتهم. وكانت المطالب دي عبارة عن صرف بدل نقدي عن التغذية والملابس، وإن هم يزودوا لهم المرتبات عامة، عدم استقطاع مرتباتهم طول فترة الإجازة. يعني أنا عندي العسكري بيروح ينزل مثلا عند أهله كل أسبوعين، يقعد كام يوم أو كل شهر على حسب. قالوا لهم في الوقت ده ما تقطعوش المرتب بتاعنا، الوقت اللي احنا بنكون فيه في الأجازة. آخر مطلب إن العسكريين يدفعوا نص أجرة السكة الحديد اللي هي نص أجرة المترو. لو مثلا هي ب5 جنيه هو هيدفع 2.5. طيب وبالفعل تمت الاستجابة
لمعظم المطالب دي، وده اللي هيخليهم يطمعوا أكتر في الخديوي توفيق، ويروحوا مقدمين له مطالب في أواخر مايو 1881. ودي بقى كانت مطالب عسكرية ومطالب سياسية. قال لك ما هو وافق مرة والتانية نجرب. قالوا له العسكرية المطالب بتاعتنا هي إيه؟ زيادة عدد الجيش ل 18,000 زي فرمان السلطان، الفرمانين بتوع السلطان 1841. ليه؟ لأن هو كان وصل ل 12,000 جندي، وقالوا له عايزين نعمل حصون عسكرية جديدة. أما بالنسبة للطلب السياسي ده اللي أضافه العسكريون لأول مرة لجانب مطالبهم العسكرية، كان عبارة عن تكوين مجلس نواب تكون الوزارة مسؤولة أمامه، وده عملا بالنظام النيابي أو النظام الديمقراطي أو الدستور والسلطة الشرعية. هنا المطلب ده اللي هو المطلب السياسي أثبت لي توحد حركة الجيش مع الحركة المدنية السياسية العامة ضد نظام الحكم. هنا الخديوي بدأ يتضايق، يعني شاف إن الضباط بدأ نفوذهم يعلى. قال مرة وافقوا، مرة التانية وافق، فبدأ إن هو يحجم وضعهم، يقلل وضعهم، يقيد وضعهم، عايز يوقفهم عند حدهم. كان بيحاول الكلام دوت بمختلف الوسائل، زي ايه مثلا؟ انه يحرض الجنود اللي هم تحتيهم على رؤسائهم بكتابة تقارير ضدهم، ان هم بيقلب عليهم الضباط اللي هم معاهم في الجيش، لدرجة ان هم الضباط شكوا في الخديوي، شكوا فيه ان هو عايز يخلص منهم، وده أدى لتنفيذ رفضهم تنفيذ بعض الأوامر العسكرية اللي طلبها منهم الخديوي. انت بتقلب الجيش بتاعنا والأفراد علينا، فاحنا هنشك فيك، وأي قرار هتقوله مش هنعمله لأن احنا أصلا شاكين فيك. زي إن هو طلب منهم يروحوا للسودان عشان يخمدوا ثورة المهدي. الثورة دي بتنسب لواحد اسمه محمد أحمد الملقب بالمهدي، وكانت بتقوم علشان يفصلوا السودان عن مصر. فهو قال لهم روحوا اخمدوا الحركة دي. هم ما وافقوش. ليه؟ اعتقادا منهم ان الغرض من الرحلة دي او من البعثة دي ان هو يبعدهم عن الاحداث في مصر، فرفضوا ان هم يروحوا. رجع تاني منهم، طلب منهم ان هم اشتراك الجنود في حفر الرياح التوفيقي، حاجات كده زي حفر الترع وشق القنوات، برضو رفضوا. ليه؟ لاعتقادهم ان الغرض منه جمع الاسلحة من ايديهم، فرفضوا. لأن طبعا هم هينزلوا يحفروا الرياح، مش هيحفروا بالبنادق، هيحتاجوا أدوات، فهيلم منهم الأسلحة. هم فاكرين إن هو منزلهم يحفروا الرياح عشان يلم منهم الأسلحة ويبقى يعرف إن هو يتصرف معاهم. يجي لي بعد كده حادثة يوليو اللي هي حادثة العربة 1881. إيه حكاية حادثة العربة دي؟ صدمت عربة أحد الأوروبيين جندي في مصر في الإسكندرية، خبطته عربية فالجندي مات. ساعتها الجنود زمايله شالوه وراحوا بيه على سرايا الخديوي في الإسكندرية اللي هي راس التين، وطلبوا من الخديوي إنه يتدخل ويجيب لهم حقهم ويعاقب الجاني. طبيعي. راح الخديوي استاء جدا من تصرفهم وزعل قوي، وبدل ما يساعدهم ويقف جنبهم ويصاحبهم اللي مات، لا، كانت النتائج المترتبة على الحادثة دي وعلى إن هم راحوا لسرايا الخديوي إنه تم محاكمة الجنود المشاركين في المظاهرة ونفيهم للسودان. مش بس كده، يعني مش بس إن هو اتضايق، لا، ده حاكمهم وعايز ينفيهم للسودان. ساعتها عبد العال حلمي قدم تقرير بيتضرر فيه من الأحكام الصادرة على الجند، يعني كده كتير قوي. وساعتها البارودي خد الطلب ده رفعه لرئيس الوزراء عشان ينظر فيه. فما كان من الخديوي إلا هو إن استاء مرة تانية، هو شغال بيستاء. بعد ما استاء بقى المرة دي عمل إيه؟ راح البارودي مقدم استقالته. والبارودي من الناس اللي هي دايما
بتتقمص. عندي بعد كده عمل ايه؟ الخديوي توفيق عين صهره داوود باشا يكن وزير للحربية، وده طبعا شدد الرقابة على الضباط وبدأ إن هو يضيق عليهم وكمان يمنعهم من الاجتماعات بتاعتهم. هنا الخديوي أدرك من سير الأحداث اللي احنا قلناها كلها ديت نفوذ الضباط الثلاثة اللي هم أحمد عرابي، عبد العال حلمي، وعلي فهمي داخل الجيش. هم ليهم دلوقتي كلمة داخل الجيش، فهو حب إن هو يعمل خطة تفرقهم وينقل كل واحد منهم في حتة بعيدة. في الوقت نفسه اللي كانت ثورة عرابي ومكانته بتزداد بين الضباط والمدنيين، يعني مش بس ضباط، لا ضباط ومدنيين. عشان كده يجيلي تحصل مظاهرة عابدين الثانية، وزي ما قلنا مظاهرة عابدين الثانية أعرفها بأن هي 9 مارس 1881. ليه حصلت مظاهرة عابدين أو بما تفسر؟ لأن عرابي بيتهم الحكومة إن هم ما وفوش بوعودهم في إصلاح حال العسكريين. الطلبات الفئوية والحاجات اللي هم كانوا طالبينها الخاصة بالعسكريين هم ما نفذوهاش، وكمان عدم تنفيذ مطالبهم السابقة. عشان كده اتفق عرابي مع زملائه إن هم يحشدوا الجيش لمواجهة الخديوي ويروحوا له في ميدان عابدين ويرفعوا له مطالب الجيش والأمة. المطالب بتاعتها كالآتي: عايزين نعزل رياض باشا رئيس الوزراء، عايزين نشكل مجلس نواب، عايزين نزود عدد الجيش ل 18,000 جندي. طيب ايه النتائج المترتبة على مظاهرة عابدين الثانية؟ والله الخديوي وافق على مطالب الأمة والجيش، بس مش عشان هو مقتنع بده أو هو راضي بكده، لا، ده كان نصيحة من القنصلين الإنجليزي والفرنسي إن هو يمتص غضب الضباط اللي هم حشدوا الجيش وطلعوا له في ميدان عابدين. وبالفعل عزل رياض باشا وجاب تاني شريف باشا عشان يألف الوزارة. وزارة شريف باشا 1881. أول حاجة بعد ما مسك الوزارة عين محمود سامي البارودي وزير حربية ومصطفى فهمي وزير للخارجية. ليه؟ ده بناء على توصية عرابي إن هو يحطهم، عشان كده في ناس بتسمي وزارة شريف وزارة العرابيين. طيب عندي بدأ إن هو في الإصلاحات المناسبة للجيش استجابة للمطالب الفئوية اللي هي العسكرية، وشريف كان رجل دستوري مدني بيحب الدستور وبيحب المشي المنضبط، فكان متضايق من ضغط العسكريين، حط ده ما تحطش ده، عرابي يقول له شيل ده حط ده، اللي هو بيتمثل في توصية عرابي بتعيين البارودي ومصطفى فهمي. عشان كده حاول ان هو يتخلص من عرابي عشان ما يبقاش قاعد على ودنه زن، فاتفق مع عرابي ان ينقل آليات اللي هي الكتائب بتاعة الضباط الثلاثة خارج القاهرة. قال لهم اطلعوا بره القاهرة وادوني بقى فرصة انا اشوف شغلي. عرابي وافق، قال له بس انا عندي شرط. قال له ايه هو الشرط؟ قال له نعمل انتخابات مجلس نواب ويوافق عليها الخديوي، اهم حاجة نعملها ويوافق. وبالفعل نقل عرابي للشرقية وعبد العال راح لدمياط، وهم أصلا ما يعرفوش إن لما عرابي هيروح هناك هتزداد مكانته برضو بين الأهالي، ومطرح ما هيروح هيعمل لهم قلق، لأن أصلا الشرقية دي بلده، زاد نشاطه هناك وعلى شأنه راحت حكومة شريف مرجعاه تاني في يناير 1882 بقرار تعيين عرابي وكيلا لوزارة الحربية. ليه؟ عشان نجيبه يبقى تحت نظر الحكومة ورقابتها في القاهرة. في الأثناء ديت قدم عدد من أعيان البلاد مذكرة بأن احنا ننشئ مجلس نواب على غرار مجالس أوروبا. قال لك عايزين نبقى ناس متحضرة، ناس ديمقراطية، نعمل مجالس زي المجالس اللي في أوروبا. وبالفعل أنشأنا مجلس النواب
ديسمبر 1881. طيب المجلس ده ضم العصبيات من الأعيان، دايما الأعيان ظاهرين العصبيات من الأعيان في الأقاليم، خلا من التجار، الصناع، المتعلمين تعليم عالي. يعني هو مجلس النواب ما كانش مختلف عن مجلس شورى النواب اللي كان أيام إسماعيل، اللي كان بيعين الأعيان، وحتى لو متعلم تعليم عالي بس مش من الأعيان أو الأغنياء ما كانش بيخش المجلس. يجي لي هنا سؤال بيقول لي: اتخذ الخديوي توفيق مواقف مضادة من العرابيين عقب مطالب مايو 1881، وبيعد أولها إيه؟ وركز هنا في أولها لأن هي دي مفتاح الإجابة، هي دي المفتاح. عشان ممكن ألاقي مواقف كتيرة تنفع إجابة، لكن هو يقول لي أول موقف كان إيه بعد مطالب مايو؟ هل استخدام أسلوب الترغيب والترهيب؟ إلهاء العرابيين بأعمال مدنية؟ شق وحدة الصف العسكري؟ ولا توليد داود باشا يكن وزارة الحربية؟ عندي هنا كذا واحدة تنفع صح، بس أنا عايز أول واحدة، فعشان كده أنا هختار ج. ليه شق وحدة الصف العسكري؟ ليه؟ لأن أول حاجة عملها الخديوي لما لقى نفوذهم زايد راح حرض الجنود ضدهم عشان يكتبوا تقارير ضد رؤسائهم من الضباط، وده أدى لشق وحدة الصف العسكري. لأن طبعا في ناس هتسمع كلام الخديوي وتقول لك هو ده الخديوي وولي الأمر بتاعنا فلازم نسمع كلمته، وناس تانية كانت عايزة تبقى مع عرابي، زي ما هنشوف في آخر الدرس ده ليه الثورة العرابية فشلت. طالما قلنا إن في مجلس نواب هيتعمل يبقى في احتلال بريطاني قادم، فعندي مقدمات الاحتلال البريطاني، بنمهد بقى عشان نيجي نحتلكم. أول حاجة المذكرة الأولى المشتركة الأولى يناير 1882، أسبابها أو بما تفسر إرسال إنجلترا وفرنسا المذكرة المشتركة الأولى. إنجلترا وفرنسا شافت إن تشكيل مجلس النواب ده هيمثل خطر على مصالحها في مصر. ليه؟ لأن السلطة التشريعية بتاعت المجلس هتناقش الأزمة المالية، أزمة الديون، وهتحلها، ومش هيبقى ليهم أي حجة إن هم يقعدوا لنا هنا في البلد. طيب إيه هي كان محتوى المذكرة دي؟ محتوى الكلمات بتاعها كان بتوحي بالاستياء، إن هم متضايقين قوي من قيام نظام برلماني في مصر، وبتذكر إن هي لازم تتدخل مش عشان نفسها، عشان حماية عرش الخديوي. الحجة بتاعتهم قال لك العرابيين كده هيطيروا العرش بتاع الخديوي، إحنا لازم نيجي نحميه. عشان كده الخديوي توفيق بعد كده شلهم الموضوع ده إن هم كانوا بيحموه. طيب إيه النتائج المترتبة على بعد المذكرة المشتركة؟ أول حاجة شريف باشا احتج رسميا على المذكرة دي عند قنصلين الدولتين إنجلترا وفرنسا. تاني حاجة الضباط العرابيين استاءوا جدا من لهجة المذكرة والطريقة والأسلوب اللي جاي بيه المذكرة. ليه؟ لأن هم كانوا عارفين إنها متوجهة ليهم، والإساءة دي بتتوجه ليهم هم. تالت حاجة إن فشلت إنجلترا في إلغاء مجلس النواب. عملنا برضو مجلس نواب، قالت لك بس ممكن بس حاجة صغيرة، طالما انتوا مش هتلغوا المجلس ممكن شريف باشا طلبت من شريف إن اللائحة بتاعة المجلس لا تتضمن حق المجلس في مناقشة الميزانية وإقرارها. قالت له هتعمل مجلس نواب بس ما تناقشليش الميزانية. ليه؟ قالت له دي أمور بتتعلق بالديون، بتتعلق بالدول الأوروبية، أنت مالك ومالها؟ دي مشكلتنا إحنا، أنت تناقشها ليه؟ هنا المعسكر انقسم نصين، بين شريف باشا وبين العرابيين من موضوع مناقشة الميزانية. شريف ساعتها قال لهم أجلوا النظر في الميزانية، مش عشان هو إنسان وحش، لا هو راجل دغري وبيحب الحياة النيابية، بس قال لهم مش عايزين ندي فرصة لإنجلترا
وفرنسا يتدخلوا عسكري. تعالوا نأجل دلوقتي مناقشة الميزانية. العرابيين لا، احنا هنناقش الميزانية، ودي حق من حقوق الأمة في المجلس المنتخب. هنا أمام إصرار الطرفين، لأن طبعا هم فاكرين إن شريف بيعاندهم وعايز يقصيهم من الميدان خالص كعسكريين، وكمان هم بالتالي بيفكروا إن هم يشيلوه ويحطوا البارودي. هو قال لهم ما تزعلوش، أنا هسيب لكم الوزارة. أمام إصرار الطرفين، شريف على رأيه والعرابيين على رأيهم، راح شريف مقدم استقالته وتألفت وزارة برئاسة البارودي. طيب وزارة البارودي أو وزارة الثورة هي دي اللي بيسموها وزارة العرابيين، عفوا مش التانية، دي اللي بيسموها وزارة العرابيين أو الثورة أو وزارة البارودي، التلاتة نفس الحاجة، هي الوزارة. طيب ليه عرفت بوزارة العرابيين؟ لأن عرابي تعين فيها وزير حربية. طيب عملت إيه بقى وزارة البارودي؟ أعلنت الدستور في فبراير 1882. حلو، بقى لينا دستور. قالت لك إقرار حق مجلس النواب في مناقشة الميزانية، هنناقش بقى الميزانية. هنا احتج المراقبان الإنجليزي والفرنسي وطلبوا القناصل بتوعهم يتصرفوا، قالهم ده هم برضو هيناقشوا الميزانية. من ناحية تانية الموقف أصلا كان عمال يزداد سوء. ليه؟ تخاذل الخديوي توفيق، خضوعه للأجانب، اكتشفوا كمان مؤامرة زودت الموضوع توتر فوق التوتر وسوء فوق السوء. ليه؟ مؤامرة اسمها مؤامرة الضباط الشراكسة في إبريل 1882. إيه هي؟ إن في بعض الضباط الشراكسة دبروا مؤامرة عشان يغتالوا بيها أحمد عرابي والضباط الوطنيين، كانوا حوالي 40 ضابط. لكن الحمد لله اكتشفوا المؤامرة قبل ما تتنفذ وحققوا مع المتآمرين، واتحكم عليهم بإيه؟ بأول حاجة النفي المؤبد للسودان، يعني يفضلوا في السودان ما يرجعوش تاني. تاني حاجة تجريدهم من الرتب العسكرية والنياشين والامتيازات. هنا الخديوي قال لهم لا، كده كتير. الخديوي رفض ان هو يصدق او يوافق على الحكم اللي هم قالوه. المرة دي برضو بناء على نصيحة القنصلين، بس ليه بقى؟ هم المرة اللي فاتت قالوا له امتص غضبهم ووافق، هنا قالوا له ما توافقش. ليه؟ حتى لا تزداد قوة العرابيين. فراح عمل العرابيين ثورة وصاروا، قال لك طب خلاص نتوصل لحل وسط يرضي العرابيين ويرضي الخديوي. قال لك ايه؟ احنا هننفي المتآمرين خارج مصر دون تحديد الوجهة، يعني ما تقوليش بقى سودان عراق، ما تقوليش، هم هيتنفوا خلاص، ومش هنجردهم من الرتب والنياشين العسكرية بتاعتهم ونبقى قسمنا البلد نصين. طيب يجي هنا يقول لي سؤال على الحتة اللي أنا كنت لسه بقولها في القنصلين، في تناقض موقف القنصلين الإنجليزي والفرنسي تجاه العرابيين خلال إيه؟ أو بان التناقض ده في موقفين إيه؟ هل مظاهرتي عابدين الأولى والثانية، مظاهرة سبتمبر 1881 ومؤامرة الضباط الشراكسة، مطالب مايو سبتمبر 1881، ولا مطالب مايو 1881 ومؤامرة الضباط الشراكسة؟ واخد بالي هنا ان سبتمبر دي فدي المظاهرة بتاعت عابدين الثانية. طيب الإجابة هتبقى إيه؟ الإجابة هتبقى ب، اللي هي مظاهرة سبتمبر، اللي هي مظاهرة عابدين الثانية، وإيه؟ ومؤامرة الضباط الشراكسة. طبعا عندي التناقض في إيه؟ قال لك ساعة مظاهرة عابدين الخديوي وافق على مطالب الجيش والأمة وقالوا له امتص غضب العرابيين. رجع هنا على النقيض، رفض التصديق على الحكم برضو بناء على نصيحة القنصلين علشان ما يزدادش نفوذ العرابيين. طيب إنجلترا وفرنسا يسكتوا؟ لا، بعتوا لنا المذكرة المشتركة الثانية مايو
1882. المذكرة الأولى كانت بالكلام وبالدبلوماسية، المذكرة المشتركة الثانية هتبقى بالكلام وبالفعل وبالعسكرية. ليه؟ أول حاجة أسبابها أو بما تفسر، أرسل القنصلين اللي هم هنا الإنجليزي والفرنساوي تقارير بأن حالة مصر بتنذر بثورة، قالهم مصر على آخرها وفي ثورة جاية، ونسبوا للعرابيين يعني اتدلوا عليهم إن هم عايزين يشيلوا الخديوي توفيق ويعينوا الأمير حليم. بناء على التقارير اللي وصلتهم من مصر من القناصلة بتوعهم، راحوا بعتين لنا المذكرة المشتركة الثانية. المرة دي مش بس مذكرة، لا ده بعتوا قطع من الأسطول بتاع الدولتين إنجلترا وفرنسا في مظاهرة حربية أمام الشواطئ المصرية. ليه؟ بحجة إن هم بيحموا مصالح رعاياهم لو تعرضوا للخطر بسبب الأزمة القائمة. قال لك ده في ثورة وإيه الرعاية بتوعنا اللي جوه والمصالح هتتأثر. طيب إيه محتوى المذكرة المرة دي؟ المذكرة بتقول إن الدولتين بيطلبوا استقالة البارودي. طب ما احنا قبل كده شلنا لكم شريف وحطينا البارودي. قال لك لا، عايزين نشيل وزارة البارودي، تبعدوا عرابي خالص عن مصر عشان هو طول ما هو قاعد هيفضل يعمل لنا قلق. واللي قدم الطلب ده أو المذكرة اللي وصلها للعرابيين بشكل ودي كان سلطان باشا اللي هو رئيس مجلس النواب. يعني استلم المذكرة وسلمها العرابيين، بس العرابيين هنا فقدوا الثقة في سلطان باشا. قالوا له إن أنت مجرد ما توافق تاخد مذكرة زي دي وتيجي تسلمها لنا، ده لوحده خيانة، أنت المفروض أصلا ما كنتش قبلت المذكرة. وزي ما بيقول ما شتمك إلا من بلغك، فبيقولوا له إن أنت مجرد بس إنك خدتها أنت موافق على الكلام اللي فيها، ولقبوه بعد كده بالخائن. طيب ما النتائج المترتبة على بقى المذكرة المشتركة الثانية؟ البارودي في الأول رفض إن هو يستقيل، وأقسم الجميع اللي هو البارودي والضباط يمين الدفاع عن البلاد والولاء للثورة قدام الشيخ محمد عبده اللي هو قام بمهمة تحليف الضباط. طبعا الخديوي توفيق قبل المذكرة لأن طبعا جاية على هواه، فالبارودي راح استقال احتجاجا على موقف الخديوي إن هو قبل المذكرة. راح عامل إيه توفيق للمرة الثانية؟ شكل الوزارة برئاسته هو، يعني مخالفة تاني للدستور، وعين عرابي وزير حربية وبحرية ورئاسة الجيش، وطبعا تحت ضغط الضباط. برضو الوزارة الجديدة اللي عملها هنا الأحوال هديت شوية، والأسطول الفرنسي راح ساحب السفن بتاعته من الشواطئ المصرية. احنا عارفين ان مع المذكرة جه قطع من الأسطولين إنجليزي وفرنسي. هنا لما الأوضاع هديت شوية الأسطول الفرنسي انسحب. مين اللي فضل على الشواطئ؟ الأسطول الإنجليزي. ليه؟ لأن إنجلترا عايزة تنفرد إن هي في الآخر تحتل مصر. فقائد الأسطول الإنجليزي بيطالب الحكومة المصرية إن انتوا ما تعملوش أي تحصينات. يعني بكل بجاحة هم واقفين على الشواطئ بتاعتهم بره بيقولوا لهم ما تعملوش أي تحصينات. كل الكلام اللي بيحصل ده ومفيش أي ردة فعل لا من الخديوي ولا من السلطان العثماني، كأن البلد دي ما تخصهمش ولا تهمهم في أي حاجة. طيب يجي لي هنا سؤال على المذكرة المشتركة الثانية، بيقول لي أدت طريقة وصول المشتركة الثانية للعرابيين إلى إيه؟ الخلاف بين أعضاء مجلس النواب، اهتزاز مكانة العرابيين في المجتمع المصري، رفض الخديوي توفيق للمذكرة، ولا الخلاف بين العرابيين ورئيس السلطة التشريعية؟ أنا هختار دال. يا ترى أنت اخترت دال ولا اخترت إيه؟ طيب أنا عندي هنا الخلاف اللي حصل كان بين العرابيين وبين سلطان باشا أو اللي هو رئيس مجلس النواب. طب أنا عندي هنا بيقول لي رئيس السلطة التشريعية. هقول لحضرتك ما هي السلطة التشريعية؟ هي مجلس النواب.
تمام، عشان لو جات لي بصيغه تانية. يبقى انا عندي اخترت د لان هو قدم المذكره بشكل ودي وهم اتضايقوا ولقبوه بالخائن وفقدوا الثقه فيه. بعد كده نيجي لمذبحه الاسكندريه، ودي من مكر ودهاء انجلترا. عملت ايه في يونيو 1882؟ وفي قال ان الموضوع ده كان متدبر عشان يتحججوا ويخشوا يحتلوا البلد. حصلت مشكله، خناقه بين رجل مالطي من رعايا بريطانيا، واحد بريطاني، ومكاري اللي هو بنسميه عربجي مصري، على أجرة الركوب زي التاكسي كده. هوت الراجل البريطاني ركب وخد لفة كبيرة جدا بالعربية اللي سايقها المصري، ولما جه في الآخر نزل واداله أجرة قليلة قوي ما تتناسبش مع اللفة الكبيرة اللي هو لفها. الاتنين اتخانقوا مع بعض، انتهت بين المالطي البريطاني طعن المصري وقتله. راحت حصلت معارك متبادلة في الإسكندرية ما بين الأجانب وما بين المصريين، هي دي مذبحة الإسكندرية. بيقول لك إن الحادث ده يبدو إن هو كان مدبر، لأن فعلا الجولة اللي خدها المالطي البريطاني كانت كبيرة غير معتادة أو متناسبة مع الأجرة القليلة. طيب النتائج على مذبحة الإسكندرية، طبعا اضطرب الأمور والأمن اختل في الإسكندرية، وراحوا مؤلفين وزارة جديدة برئاسة راغب باشا في 20 يونيو 1882. طيب يجي بعد كده على أثر المذبحة دي مؤتمر الأستانة يونيو 1882. إيه أسباب مؤتمر الأستانة؟ إن فرنسا خلاص أدركت وتأكدت هدف إنجلترا بالانفراد بمصر واحتلالها، بعد ما سحبت الأسطول الفرنسي والأسطول الإنجليزي فضل. بعد مذبحة الإسكندرية اتأكدت كده خلاص إن هي عايزة إنجلترا تحتل مصر. راحت دعت الدول الكبرى، قالت لهم لا، إحنا نقعد ونعمل مؤتمر ننظر في المسألة المصرية. وافقت إنجلترا وألمانيا وإيطاليا والنمسا وعملوا المؤتمر. فين المؤتمر ده؟ اتعمل في السفارة الإيطالية في الأستانة. الأستانة دي عاصمة الدولة العثمانية، عشان كده إحنا مسميينه مؤتمر الأستانة. قراراته أو ما النتائج المترتبة على مؤتمر الأستانة؟ قال لك أبرم المشاركون ميثاق النزاهة. أبرم يعني اتفقوا كلهم على حاجة اسمها ميثاق النزاهة. بيقول إيه ميثاق النزاهة؟ قال لك لا تنفرد إحداهما، سواء فرنسا إنجلترا أي دولة، تجاه المسألة المصرية، سواء باحتلال جزء من الأراضي أو الحصول على امتياز معين دون أن تتمتع به كافة الدول. يعني إيه؟ يعني مفيش دولة تحتل جزء من الأرض والدول التانية ما تاخدوش. يعني من الآخر كده هي تورته، هتاخد حتة هاخد حتة، هتاخد امتياز في البلد هاخد امتياز في البلد. زي هنا كله وافق، بس المندوب البريطاني اللي تاني مرة للدهاء بتاعه دخل عبارة اسمها إلا إذا حدث ما يؤدي لذلك، لأن هم برضو هيفتعلوا مشكلة تانية عشان يخشوا بقى المرة دي رسميا ويحتلوا مصر. لأن العبارة دي كانت بمثابة الثغرة اللي حققت من خلالها إنجلترا نواياها الاستعمارية. وقبل ما يروحوا يبلغوا السلطان العثماني بميثاق النزاهة وبالقرار اللي هم خدوه، لقوا إنجلترا بتضرب لنا مدينة الإسكندرية. طيب ليه يا إنجلترا بتضربي مدينة الإسكندرية اللي هو خلاص بقى ده الاحتلال البريطاني على مصر؟ ليه هي ضربت مدينة الإسكندرية؟ ادعت إنجلترا إن مصر بتقوم بتحسين الإسكندرية. طب إيه المشكلة إن مصر تقوم بتحسين الإسكندرية؟ هي دي مش بلد محافظة تابعة ليها وبتحصنها؟ قالت لك لا، ما هم بيعتزموا إن هم يقفلوا لي المينا اللي هي راسية فيه السفن أو الأسطول الإنجليزي. قالت لك وهيحصروا البوارج. البوارج يعني السفن الإنجليزية الراسية في المينا. وبكده إنجلترا خلقت الموقف الاضطراري اللي كانت بتقول إلا إذا
حدث ما يؤدي لذلك إن أنا أتدخل، وقامت بضرب الإسكندرية، وبكده الحمد لله ميثاق النزاهة راح سدى. طيب عندي هنا السؤال بيكلمني على فكرة الدهاء السياسي بينطبق على أي من الأحداث التالية: استغلال إنجلترا لميثاق النزاهة 1882، مطالب الضباط العرابيين في مايو 1881، نقل عرابي للشرقية، ولا تقديم المطالب الضباط للمطالب الفئوية. ده طبعا الإجابة طبعا أنت جاوبت ألف. ليه؟ عشان ميثاق النزاهة هم حطوا فيه الكلمة دي عشان يبقى فيه ثغرة إن هم يقدروا لو حصل أي حاجة في مصر يتدخلوا ويضربوا على طول. طيب إيه النتائج بتاعة ضرب الإسكندرية؟ برضو اضطرب الموقف بشكل عام في الإسكندرية، وطبعا اتهزم الجيش المصري، وبكده احتلت إنجلترا الإسكندرية وأعلنت الأحكام العرفية اللي هي زي اللي أعلنت أيام الحملة الفرنسية. والجيش حاصر قصر الخديوي بالإسكندرية. عرابي في الوقت ده انسحب لكفر الدوار عشان يعمل خط دفاع تاني يدافع عن البلد. هم خلاص دخلوا الإسكندرية، نشوف الخطة اللي بعدها عشان ندافع عن بقية البلد. طب هنا الخديوي يعمل إيه؟ الخديوي انضم للإنجليز وربط مصيره بمصيرهم، وأعلن إن هو واقف جنبهم، واللي يزعل من كده يروح يخبط دماغه في الحيط. طيب بل إن هو كلف الإنجليز إن هم كمان يحافظوا له على النظام في الإسكندرية، وطلب من عرابي يبطل استعدادات حربية في كفر الدوار ويجيله على الإسكندرية في قصر رأس التين. طيب عرابي هيسيب دلوقتي الاستعدادات الحربية والتحصينات وهيجيلك على القصر؟ طبعا عرابي رفض أوامر الخديوي. عرابي بيرفض أوامري، يبقى أنا هوجه له تهمة الخيانة العظمى، وقال الأعيان والعلماء ينظروا في أمر ولايته على البلاد. هنا لما العلماء والأعيان والناس شافوا الكلام ده راحوا عاملين مجلس عرفي يديروا بيه شؤون البلد بعيد عن سلطة الخديوي. عشان كده قرر الخديوي إن هو يعزل عرابي من وزارة الحربية عشان هو لسه مكمل تحصينات واستعدادات، لكن المجلس العرفي قعد عرابي في منصبه وثبته، وبكده عرابي اكتسب تأييد شعبي وأطلقوا عليه حامي حمى الديار المصرية، واعتبروا بقاء الخديوي بالإسكندرية تواطؤ مع الإنجليز. راح الخديوي أصدر لهم منشور بيحذر فيه المصريين إن هم ينضموا لعرابي، لأن هو مسؤول عن الحوادث في البلاد وعن كل المشاكل وعن خرم الأذون. طيب هو اللي عمل كل ده. طيب دلوقتي وقت ما كان في مناوشات كلامية بين بين الخديوي وعرابي، في حاجة أكيد كانت بتحصل. إيه هي؟ كانت القوات البريطانية سايبهم يتخانقوا وراحت داخلالي من قناة السويس. دخول الإنجليز قناة السويس، عرابي كان عارف إن هم هيخشوا من ناحية قناة السويس، فحاول يعطل الملاحة في قناة السويس، لكن إدارة القناة اللي هي كانت شركة فرنسية طمنته وقالت له إن إحنا مش هنسمح لأي بوارج يعني سفن إنجليزية تدخل في القناة. راح عرابي واخد بعضه وطالع على القصاصين في الشرقية عشان برضه تحسبا لدخول الإنجليز من الناحية دي، لكن إدارة القناة خانته وتواطئت مع الإنجليز ودخلتهم من قناة السويس عشان يوصلوا لي للتل الكبير اللي هو كان بيعمل تحصيناته من كذا ناحية عشان يحاول ما يدخلش القوات الأجنبية الإنجليزية. راحوا داخلين له وقابلوه في معركة التل الكبير. وصل الإنجليز للتل الكبير وحصل صدام بين الشعب المصري الجيش المصري والجيش البريطاني. طيب أنا عندي إيه هي نتائج معركة التل الكبير؟ طبعا انتهت بهزيمة الجيش المصري، ودخل الإنجليز القاهرة في 14 سبتمبر 1812.
82. معاهم مين؟ معاهم الخديوي توفيق اللي دخل يتباهى ويستعرض قوة الجيش الإنجليزي في ساحة عابدين. بكده يكون خلاص اتقضى على الثورة العربية ومصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني. طيب أنا عندي هنا إيه هي أسباب فشل الثورة العربية رغم صدق نواياها؟ طبعا احنا شفنا الكفاح اللي هم كانوا بيعملوه. قال لك أول حاجة كان عندي انقسام في صفوف الأمة. ليه؟ في فريق بيؤيد عرابي من ناحية، شايف إنه عرابي صح، في فريق تاني بيأيد الخديوي توفيق والعناصر التركية الشركسية من ناحية تانية. طيب ليه هم أيدوا الخديوي توفيق مع إنه هو منحاز للأجانب؟ قال لك عشان السلطان العثماني عمل فرمان عصيان ضد عرابي، فرمان عصيان، فهم طبعا هيسمعوا كلام السلطان العثماني. ده ساعد الإنجليز على الاستفادة من التناقض وتعميق الخلافات والظهور بمظهر حماة سلطة الخديوي، هم اللي بيحموا الخديوي توفيق من إن هم العربيين يشيلوه ويجيبوا حد تاني مكانه. تاني حاجة اختلاط هدف التخلص من التدخل الأجنبي وتحدي سلطة الخديوي والتهديد بعزله. ليه؟ لأن العناصر اللي مش عايزة تدخل أجنبي هي برضه في نفس الوقت مش عايزة تتحدى سلطة الخديوي. ليه؟ عشان هو ولي الأمر الفعلي بتاعها، وده لوحده فتت لي وحدة الحركة الوطنية. ظهر عناصر انهزامية اللي هي العناصر اللي تقول لك خلاص كفاية ثورة وكفاية كلام دوت، ونسمع الكلام ونقعد ونمشي عرابي بره البلد ونسمع كلام الخديوي توفيق ونمشي الدنيا وخلاص ونعيش. كانوا بيشوفوا الانصياع لرغبات الخديوي توفيق والإنجليز ويوقفوا خلاص الثورة ونقعد في أمان. وصل بيهم الأمر إن هم اقتنعوا بأن طلب الإنجليز لما قالوا لهم إن عرابي يخرج بره البلاد وصلت معاهم للدرجة دي. رابع حاجة عدم تكافؤ القوى العسكرية بين العرابيين وبين الإنجليز. أكيد طبعا الإنجليز القوة بتاعتهم أكتر من العرابيين، عشان كده الجيش المصري اتهزم والكفة كانت في صالح الإنجليز. غير تواطؤ إدارة شركة قناة السويس اللي هو ديليسيبس، تواطأ مع الجيش الإنجليزي ودخلهم لنا من القناة اللي كان عرابي خايف إن هم يخشوا من القناة. حصل. خامس حاجة وأهم حاجة معاداة الدول الأوروبية الكبرى لأي ثورات وطنية. أكيد هي مش هتشوف ثورات وطنية وتسيبها. ليه؟ عشان من شأنها تغيير ميزان القوى الدولي، واحنا عارفين كويس قوي الدول الأوروبية بتحبش تغيير ميزان القوى الدولي ولا أوضاع الحكم القائمة على الملكية المستبدة. طيب بكده احنا نكون خلصنا محاضرتنا النهاردة. أشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.